والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله الصوري من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هنكمل دروس الباوربوينت، والنهاردة بالتحديد هنتكلم على تنسيق النص. فهو درس مهم جدا، فما تضيعش وقت ويلا بينا يلا بينا. انت أول ما بتفتح برنامج الباوربوينت بيظهر معاك الشكل ده، فبيظهر معاك سلايد هنا ومكتوب هنا التايتل سلايد اللي هي السلايد الخاصة بالعنوان. فبتكتب هنا أي عنوان. ممكن هنا نكتب فريلانس سكول، تمام. وهنا ممكن نكتب يا ريت تشتركوا في القناة، ده كمثال. تمام. طيب احنا كتبنا الكلمات بتاعتنا صح. طيب واحنا شرحنا الدرس اللي فات انواع السلايدات، فمهم جدا انك تسمع الدرس اللي فات عشان تعرف ازاي انواع السلايدات اللي احنا شرحناها دي. فما لو ما سمعتش الدرس فهو موجود فوق وانا هسيبه في الديسكريبشن تحت. طيب انا كتبت الكلمة اهي، فانا عايز اعمل تنسيق ليها. تمام. احنا قلنا بعد ما بتكتب الكلمه هتيجي عند هوم اللي هو اصلا فاتحها لك. تمام. كتبنا الكلمه هنعلم عليها كده كلها. تمام. ممكن نغير نوع الفونت. يعني ايه نوع الفونت؟ يعني شكل الفونت، شكل الحروف. تمام. فدي انواع كتيره موجوده، فانت تختار اللي يريحك منها. تمام. تمام. فاحنا خلينا نختار مثلا شكل، وليكن خلينا مثلا في الشكل ده. بعدين بعد ما بتختار نوع الفونت بتيجي هنا انك تكبر وتصغر الفونت. دي المقاس بتاع الفونت بتاعك. تمام. طيب انا طب والله انا عايز مثلا ما اكتبش مقاس، ممكن اكتبه بايدي صح. صح، ممكن تتعلم هنا وتدوس مثلا تكتب مثلا 24. تمام. لا صغير عشان ده تايتل صح، او عنوان يعني. فممكن نخليه مثلا 45. ممكن نكبر تاني نخليه 60. فكده بيس. حلو قوي. طيب عملنا كبرنا الخط. بعد ما كبرنا الخط هنا العلامه اللي بعدها دي بيقول لك هنا لو انا ضغطت ضغطه واحده بيكبر معايا الخط او بيكبر معايا الفونت. يعني كل ما ادوس مره بيكبر معايا، عايز اصغر بيصغر معايا. تمام. فانت بتشوف المناسب ليك وبتختاره، فده مناسب كويس زي الفل. ممكن اصغر كده شويه، كده مناسب برضو. طيب علامة البي دي اللي هي يعني بولد. طيب هو نوع الفونت ده اصلا بولد، فلو عملناه كده هو اصلا بالك، يعني اللي هو نوعه كده اصلا. طيب احنا ممكن نغير البتاع ده الفونت ده عشان تظهر بس. فاحنا لو اخترنا لايت خط كده لايت وعملنا هنا بولد، شلنا البولد يعني. شوف شكل الخط عامل ازاي. لو انا عملت كنترول ايه عشان اعلم على الكلمه كلها واعمل على البولد، شايف الفرق؟ طيب فاحنا عرفنا الفرق. طيب لو عملت هنا دوست على دي اسمها ايتاليك. ايتاليك دي هيخلي الخط مايل شويه. تمام. ممكن الاختصارة بتاعتها كنترول اي. كنترول اي بتخلي الخط مايل شويه. طيب دي بتخلي في اندرلاين او يعني ايه خط تحت الكلمه. لو عملتها بتعمل لي خط تحت الكلمة. هنا دي هتعمل لي شادو. خدت بالك لان لو شلت الشادو اهو، في شادو بيظهر في الايه في الكلمة اهو. هنا في شادو ورا كده. تمام. اعمل كنترول ايه بعلم عليها كلها اشيل الشادو. طيب هنا دي انا بعمل ايه سترايك ثرو اللي هو بعمل خط بشطب الكلمة يعني، بشطب الكلمة. طيب هنا بتعمل ايه سبيسنج ما بين الحروف. لو انا ده النورمال بتاعي، فانا ممكن اعمله ايه فيري تايت اللي هو ضيقه خالص. ممكن اعمله مور سبيسنج اللي هو واسعه قوي. تمام. فاحنا خلينا في الوضع النورمال. هنا دي خاصه بالحروف نفسها. ده الوضع النورمال بتاعي خالص اللي هو انا بعمل اول حرف كابيتال والباقي كله سمول. تمام. هنا لور كيس عمله لي كله سمول. تمام. هنا upper case اللي هي كله capital. هنا بيقول لي هنا الكابيتال each word يعني كل كلمة فيها حرف كابيتال. يعني ادي اول الكلمة هنا فيها حرف كابيتال وهنا فيها حرف كابيتال. خلينا نشيل السترايك دي. وبعدين هنا بيقول لك هنا اول حرف هيكون سمول وكله كابيتال. تمام. طيب احنا خلينا في الوضع النورمال بتاعنا اللي هو الاول ده خالص.
انا عايز اغير اللون، ممكن اعمل كنترول ايه، اعلم على الكلمه كلها واختار اللون اللي يريحني، اختار اللون الازرق مثلا. تمام. طيب انا عايز اشيل الفورماتنج ده كله من الكلمه، ممكن ادوس على دي هتمسح لي كل الفورماتنج. يعني انا مش عملت فورمات هنا للكلام ده، عملت له بولد وعملت له غيرت اللون واخترت الخط وكبرت ومش عارف ايه، لا انا اغير شيل ده كله، ادوس على دي. طيب عايز ارجعها، ادوس كنترول زد، دوست كنترول زد رجعت. طيب بعدين الحاجات دي بقى لو انا عايز اعمل ايه، الاين ليفت، يعني ايه، هجيبها على الشمال، هجيبها في النص، هجيبها في اليمين. تمام. طيب بالنسبه لدي بعمل adjustify للكلمات، لو انا كاتب باراجراف مثلا فبعمل adjustify اخليه كله مثلا ايه، في النص مثلا. لو في كلمات كتير طبعا هيظهر، هتلاقي الكلام كله كده جايب بعض جنب بعضه كده، وهتلاقي ايه، يعني عامل زي الباراجراف كده جنب بعض. تمام، اكنها قطعه يعني. شايف الاتنين دول؟ دي لو كلام انجليش بدوس على دي، لو كلام عربي هدوس على دي. هعمل كنترول ايه وادوس على دي. يعني لو انا كاتب مثلا في الكلام العربي ده كاتب كلام انجليزي جنبها كده، عامل كده اهو. كتبت انجليزي مثلا هنا. يا ريت تشتركوا في القناة او قناة فريلانس سكول. هنا قناة فريلانس سكول. شايف الكلام العربي انا كنت كاتبه الاول صح، المفروض اكتب بعده الانجليزي ده يكون بعده. فالمفروض الاختيار الصح اختار الحتة دي، لو اخترت الحتة دي الكلمة هتتعدل. تمام. فانا بختار دي في العربي وبختار دي في الانجليش. تمام. طيب ممكن ادوس هنا وادوس انتر، فهنا اجيب لي نيو سلايد. طيب هنا مثلا هاخد دي كوبي، كنترول سي، واعمل هنا كنترول في. تمام. طيب هنا هكتب ايه، هنا هكتب محتوى القناة، دروس تعليمية عن الربح من الانترنت. على فكرة الدروس الباوربوينت دي انا هقول لكم اخر الكورس ازاي تكسب منها ربح مالي او ربح مادي. فانا كسبت منها 1500 جنيه من برزنتيشن واحدة بس عملتها. فخليك متابعني للنهاية، ولو ما دوستش سبسكرايب حتى الان فيا ريت تدوس سبسكرايب عشان دي حاجة بتدعمنا جدا جدا جدا. فيلا بينا نكمل. طيب محتوى القناة احنا بنقدم دروس تعليمية عن الربح من الانترنت، ومحتوى اكاديمي تعليمي. فبنكتب دلوقتي اي كلام دلوقتي عشان، او مش اي كلام، يعني احنا بنكتب حاجة عشان نشرح بيها اللي عايزين نشرحه. طيب فهنا قلنا ايه، قلنا بص لو انت عندك كلمات كتير او محتوى كتير هنا، تمام، والدنيا ضاقت بيك، بمعنى يا سيدي، بمعنى لو في كلمة تاني هنا، محتوى، دروس، تعليم، انترنت، كلام كتير. تمام. طيب الكلام كتير ده يا سيدي انا عايز اعمل الكلام هنا مثلا المربع او المستطيل ده خلص وعايز اكتب هنا، فهنا خلاص الدنيا قفلت معايا صح؟ لا ما قفلتش يا سيدي، انت ممكن تختار 2 columns. بمعنى ايه، ممكن تكتب هنا. طيب انا هعمل كنترول زد، يعني انا كده رجعت في الامر، لو دوست هنا مش هيجيب لي ده، دوس لي هنا. فانا لو عملت 2 columns كده هدوس هنا هيكتب لي عادي. طيب كتبت مثلا تعليم مثلا، ربح خمسات. طيب انا الدنيا قفلت معايا هنا، عايز اكتب هنا، هعمل ايه، ادوس على دي واعمل 3 columns واكتب هنا عادي الكلام اللي انا عايز اكتبه. تمام. نكتب مثلا مستقل. دي كلها مواقع، يعني خمسات مستقل ده دول مواقع انا بكسب منهم ربح مادي او شغال فيهم كفريلانسر يعني.
طيب احنا كده عرفنا الحتة دي بنعمل فيها ايه، صح؟ طيب دي خاصة بايه؟ دي خاصة بالنمبرنج. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عايز مثلا اعلم الحتة دي مثلا اخليها قدامها مربع او قدامها مثلا اسهم زي كده، فبدوس عليها. تمام. دي خاصة بقى، الحتة اللي بعدها دي خاصة بالنمبرنج اللي هو الترقيم. انا عايز ارقم واحد بالشكل ده بالشكل ده، اي بي، اي بي برضو بنقطة، اعمل مثلا واحد اتنين تلاتة، اعمل الشكل ده، فانا اختار اللي يريحني. تمام. طيب بالنسبة لدي يا سيدي، بيقول لك مثلا انا عايز اعمل increase list level، او بمعنى اخلي الكلام ده يروح شوية كده بعيد، او اقربه جدا كده. تمام. طيب بعدين انا علمت على كنترول ايه، علمت على الكلام كله. دي لو انا عايز ابعد اعمل سبيسنج ما بين السطر اللي فوق والسطر اللي تحت، فده بيعمل لي سبيسنج. فخلينا على الواحد زي ما احنا. طبعا انا لو عايز ارجع في الحاجات دي برجع عادي خالص وادوس 1. وهنا هعمل كنترول ايه واكبر الخط شويه واعمله بولد عادي. ممكن اعمله على 2 كولومز هيكون افضل شويه، واكبر الخط. طبعا التنسيق طبعا، يعني احنا بنعمل تنسيق الكلمات وبنعرف مع بعض الشكل بيكون عامل ازاي. او نشيل دي خالص، نشيل دي خالص عشان بس ايه يكون ده المحتوى اللي احنا كاتبينه القناة. طيب عرفنا القائمة بتاعت هوم فيها ايه بالظبط، وعرفنا ازاي ننسق الكلمات بتاعتنا، وازاي نغير الالوان بتاعتها، وازاي نعمل بولد، وازاي نخلي الخط مايل، وازاي نعمل اندرلاين، وازاي نشطب على الخط، وازاي نغير الفونت، وازاي نكبر الخط ونصغره، وازاي نعمل سبيسنج ما بين السطور. فان شاء الله اكون فدتكم في الدرس ده، وانتظروني الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واللايك، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك عادي. وكمان اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة انت استفدت منها في الدرس. فاتمنى ما اكونش طولت عليكم، ان شاء الله الدرس اللي جاي هيكون حاجة كويسة جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.